مرحبا. تخيل معي فريقك بيلعب أحسن مباراة لإله ومسيطر على المباراة وعلى كيفك. فجأة بتصير الكارثة. قرار ظالم بيقلب كل موازين المباراة، بيخلي فريقك بيلعب بنقص عددي لآخر المباراة. هون في البعض بيفكر إن المباراة انتهت، بس عند ريال مدريد لا، بلشت القصة. النجاة المستحيلة. بدك تعرف شو صار؟ تابع معي للآخر. المباراة كانت اختبار حقيقي لريال مدريد، بده يسجل الانتصار الرابع على التوالي. بس فريق ريال سويسيداد فريق صعب. بلشنا المباراة بقوة، خلال دقيقتين أردا جولر حط الكرة في الشبكة، بس الفرحة ما كملت لأنه التغى بداعي التسلل. هون أعطانا مؤشر إنه ريال مدريد نازل يسيطر على المباراة. بعد 10 دقايق بس كيليان امبابي عاقبهم بخطأ من لاعب جوتي لاعب ريال سويسيداد، سجل هدف عالمي. هذا الهدف رقم 35 ب 38 مباراة، وهاي مساهمة رقم 8 بآخر 6 مباريات. هون ريال مدريد دخل بقوة وسيطر على المباراة، لكن حارس الخصم روميرو أنقذ فريقه بعدة تصديات. هون كان بيوحي إنها ليلة سهلة لريال مدريد. هون صارت اللحظة اللي قلبت موازين المباراة. دين هاوسن عرقل اللاعب اويرزابال بالدقيقة 31. إجا الحكم أعطاه بطاقة حمراء بسرعة. هون القرار كان غريب، إنه ميليتاو كان قريب وكان ممكن يغطي. ألونسو عصب واحتج وأخذ بطاقة صفراء. هون اشتغل الذكاء التكتيكي عند تشابي ألونسو، سحب داني سيبايوس ونزل فالفيردي. وكمان المفاجأة إنه رجع تشويميني لقلب الدفاع. وقبل نهاية الشوط الأول رجع كيليان امبابي أعطانا شوي من سحره، تمريرة سحرية لأردا جولر وحطها في الشباك، بس هالمرة انحسبت وما كانت تسلل. وبلش الشوط الثاني بضغط عالي من ريال سويسيداد، سجل الهدف الأول عن طريق اللاعب يرزبال بعد ما تحصلوا على ضربة جزاء بعد ما احتسب خطأ على داني كرفخال، لمسة يد. هون ريال مدريد كان تحت الحصار، شنوا عدة هجمات على تيبو كورتوا، بس تيبو كورتوا كان بالمرصاد، اتصدى لكل الهجمات. وكمان كان في عنا المدافعين واقفين زي الجبل. شفنا قوة الضغط العكسي اللي حكيت عنه بالفيديو الماضي. تشابي ألونسو عمل عدة تبديلات آخر مباراة رجع الاستحواذ. هون شفنا أن الاستحواذ على الكرة سلاح دفاعي عند تشابي ألونسو. باختصار، هاي المباراة ما كانت فوز عادي، كانت رسالة من ريال مدريد إن الشخصية أهم من كل إشي. الفريق قدر ينجو من أصعب الظروف بفضل ذكاء المدرب وروح اللاعبين. هذا هو اللي بيميز الأبطال. وبعد ما حضرنا المباراة وشفنا كل الظروف اللي صارت، بدي أسألك سؤال: هل هاي المباراة بتثبت إن تشابي ألونسو الرجل المناسب لريال مدريد بهاي المرحلة؟ شاركونا بآرائكم، وما تنسونا من اللايك والاشتراك. سلام.